بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتلقاكم لا فيديو بصحة جيدة. بما انكم طلبتوا مني وصفات اقتصادية لمشاريعكم الرمضانية، جيتكم بهذه التحلية بذوق الكراميل اللي راهي عاملة ضجة كبيرة في لي ريزو سوسيو. هذه الوصفة بزاف بنينة، يعني تحلية من اروع ما يكون، سواء في البنة ولا بزاف 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 بنينة ومشي مكلفة وتوجد بالخف. يعني اهم حاجة انها تتحضر في وقت قصير، وما تقدروا ماشي غير اصحاب المشاريع، تقدروا ديروها في ليفيغين في الدار السهرات الرمضانيه عفوا، ولا حتى لضيافكم. يعني تحليه بزاف بنينه، صدقوني جربوها وعلى ضمانتي. جربوا اولا كميه قليله للدار، الا عجبتكم ديروها للمشروع نتاعكم. يعني ننصحكم تجربوها، يعني من ارقى التحليات. ما تنسوش خلوا لي جيم وتعليق وبارطاجوا مع الاحباب والاصدقاء للمزيد من الوصفات، وتبعوا معايا الوصفه للاخير. اول حاجه نبداو بها، نبداو بالكريمه تاعنا اللي فيها ريتله تاع الحليب. هنا توجور كي تكونوا رايحين تخدموا المشاريع استعملوا الحليب تاع الساشي يدير 2005 للشكاره للريتله. راح ندير معاها باكي تاع فلان اللي نديروها في ريتله حليب. انا درت فلان بذوق الكراميل، هذا فيه زوج علب، زوج ساشيات، وحده فيها 50 غرام، وفي زوج كي نوزنهم فيهم 100 غرام، يعني 50 غرام نديروها في نص ريتله. انا درتهم في زوج، يعني في ريتله، وزدت معاهم حتى هذاك الكراميل تاعهم اللي يجي معاهم. ودرت كاس الا ربع تاع نشا، يعني 4 ملاعق كبار تاع نشا، 4 مغارف تاع الماكله. ونخلطهم مليح بارد في بارد، ومن بعد ندي الخليط تاعي فوق النار نحركوه حتى يعقد معايا بهذا الشكل. هنا الكراميل ما تتقيدوش بماركه معينه، ليسانسيال تكون حاجه بنينه ومالف تخدموا بها. انا هذه اول مره نخدم بها، مالفه نخدم بكراميلو. كيما كانش عندي كان عندي هذا خدمت به، بصراحه جات بنينه، بصح لو كان درنا كراميلو تجي احسن. بعد ما عقدت لي الكريمه تاعي نفرغها في غيسيبيون ونغطيها بغلاف شفاف ونخليها تبرد بحراره المطبخ. من بعد نديرها في الفريجيدير حتى اللي تبرد. نروح نوجدوا الكراميل تاعنا اللي راح نديروه على الوجه. هنا درت كاس تاع السكر، راح نديه فوق النار، النار تكون قليله، ونبقى نحرك في الكاسرونه تاعي حتى يذوب لي هذاك السكر ويولي لنا كراميل. هنا من تشوفوا لا كولور تاعو بدات تفونسا، تقدروا ترفدوه على النار وتبداو تحركوا، يعني تذوبوا باقي كميه السكر فوق النار، ماشي يعني بعيده على النار شويه باش ما يتحرق لكمش. هنا بعد ما ذاب لي كامل نجيب كاس تاع الماء يكون سخون ديجا غليته باش ما يدليش تكتلات، نبدا نضيف فيه بالعقل، ومن بعد نخليه ربع كاس، يعني نفرغو ونخلي منه ربع. فوالا هنا راني شويه تكتل لي عادي، نعاود نحركو غير شويه راح يذوب لي، باسكو الماء ديجا راه سخون ما يطولش. فهذيك الكميه تاع ربع كاس ماء اللي خليتها نضيف لها مغرف صغيره تاع نشا ونحركها مليح. بعدها بعد ما يغلي لي هذاك الخليط نضيف له هذاك شويه تاع الماء اللي ضفت لها نشا. هنا الا بغيتوا الكراميل تاعكم يكون ثقيل، يعني تستعملوه لوصفه واحده اخرى، خلوا الكراميل تاعكم يزيد يغلي. انا هنا درت حوالي 35 غرام تاع شوكولا بيضاء، ضيفوا شوكولا وخلوه يغلي حتى يعقد معاكم. الا بغيتوه خفيف كيما انا بغيتو خفيف على جال التحليه باش يجيني ساهل كي نمشيه، ما تخلوش يغلي بزاف، خلوا الكراميل تاعكم خفيف. وضيف، والا بغيتوه ثقيل زيدوا كميه شوكولا، لحقوها حتى ل 60 غرام تاع شوكولا في هذه الكميه. صدقوني يجيكم واحد الكراميل من اروع ما يكون. انا بما انه بغيتو خفيف ما كثرتش الشوكولا، درت 35 غرام وما خليتوش غلا بزاف. شوفوا القوام تاعو كيفاش راه وهو سخون. دوك هنا نجي نميكسيه بالبغا ميكسور باش تذوب لي هذيك الشوكولا مليح، ونتاكد بلي ما فيش حبيبات الكراميل تاعي. شوفوا كيفاش راه وهو سخون. نفرغوه في غيسيبيون واحد اخر ونغطيه بابي فيلم او كونتاكت باش ما يدليش، باش ما يقطرليش عليه هذاك لافابور، ونخليه يبرد بجيه. الكراميل وجدوه هو الاولاني كامل باش تعطولو الوقت الكافي باش يبرد. كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا هذا الكراميل في وصفات بزاف واحد اخرين، برك ثقلوه شويه، يعني تضيفوا كميه شوكولا وخلوها تغلي مليح. دوك نجو هنا للكريمه تاعنا بعد ما تكون بردت، نسيي نحرحرها شويه بالباتور باش نفتحها هكا، ومن بعد نضيف لها كاس تاع لا شونتيي، بودره شونتيي. بالنسبه لبودره الشونتيي انا نستعمل توجور راسيم، ما نبدلهاش راسيم ولا المرجان. كاين ثاني لا بلانش ناج، كاين بزاف انواع، مي انا نفضل راسيم. راسيم كي نخدم بها ما فيهاش كميه كبيره تاع السكر، يعني ما تجيكمش حلوه بزاف وتطلع تضمنوها بلي تطلع لكم. نبقى نخلط في الكريمه تاعي مع لا شونتيي حتى يضاعف الحجم تاع الكريمه تاعي بهذا الشكل، وتحسوا القوام تاعها ولا خفيف، تولي عندكم شغل كيما لاموس.
فوالا شوفوا القوام تاع الكريمه تاعنا كيفاش راهو. هذا هو القوام المطلوب. دوك هنا نعمرها في ان بوشادوي. فوالا الملمس تاعها راه رطب. ونجيب هنا البسكوي، اي نوعيه تاع بسكوي. انا استعملت ماكاو باسكو الكراميل مع الكو تاع الشوكولا والقهوه راح نشربوا بالقهوه يعطينا ذوق بزاف شباب، يعني راح يتماشاو مع بعضهم هذا الاذواق. و en même temps شغل ماكاو ميم في ذوق الشوكولا ماهوش حلو. سي بور سا سييت ندير لكم حاجه بنينه ماشي هذيك الحلاوه اللي تقتل بما انه عندنا كراميل. وفينالمون جات بزاف هايله وماشي كامل حلوه. هنا راني نوري لكم في لي بواط والانواع والاحجام اللي فيهم. تقدروا تستعملوا كامل هذه الاحجام الا خدمتوها كمشروع. فوالا. وكاين احجام واحده اخرين انا اللي كان عندي وريتها لكم، وسينون تخدموا بهذا الحجم الصغير كامل. مام هذا كاين اللي يجي في الارتفاع ماشي عالي بزاف، هذا الحجم اللي درتو انا عالي. كاين واحد اخر ما يجيش عالي بزاف، هذا كيناسب جاب لي ربي. على الاقل ديروا علبه ياكل فيها شخص واحد، كيما هذه بزاف كبيره، هذه علبه توكل شخصين. تقدروا ديروا هذه تاع شخصين، وتقدروا ديروا العلبه اللي اقل منها توكل شخص واحد. هنا درت البسكوي شربته في القهوه، انا ما نضيفش السكر للقهوه. ندير في الطبقه الاولى ندير فيها زوج طبقات. هنا اختياري، تبغوا ديروا طبقه واحده تبغوا ديروا زوج طبقات. انا الطبقه التحتانيه كامل درت زوج طبقات. مي هكا العلبه تاع البسكوي دارت لي غير ربعه تاع العلب تاع التحليه. اما الا ما دوبليتوش راح دير لكم، ما دوبليتوش الطبقه التحتانيه راح دير لكم خمس علب تاع تحليات. فوالا هكا باش ديروا حسابكم، نقول لكم باش ديروا حسابكم. علبه راح دير لكم 5 الا ما دوبليتوش من التحت. انا دوبليت غير الطبقه التحتانيه برك، من بعد درت طبقه تاع الكريمه، وراني نزيد ندير طبقه واحده اخرى تاع بسكوي. هنا ما ندوبليش، ونزيد ندير طبقه واحده اخرى تاع كريمه، ونزيد ندير ثاني طبقه تاع بسكوي. معناتها عندنا 3 طبقات. هي احسن من الاحسن ما تدوبلوش من التحت هكا باش تكون اقتصاديه اكثر بالنسبه لاصحاب المشاريع، هكا باش ما تديلكمش صوالح بزاف. توجور هذوك الاطراف نقسم من الحبات. ومشي شرط تستعملوا هذا، تقدروا تستعملوا هذاك تاع الفينجر، يعني السعر تاعو مناسب، ولا هذاك البتي بور. هنا درت اخر طبقه تاع الكريمه. هنا ما تعمروش الباطه تاعكم حتى للفوق، باسكو كاين كراميل وزيد كي نغلقوها باش الغلاق هذاك ما يلامسش الكراميل تاعنا. هنا راني نعاود لكم بعلبه واحده اخرى باش تفهموا مليح. البسكوي دخله خرجه، يعني ما تخلوش يطول في القهوه، ثم يطرى لكم بزاف. فوالا هنا راني ندوبلي غير في الطبقه التحتانيه. فوالا ندير طبقه واحده اخرى تاع كريمه، ومن بعد نزيد طبقه واحده اخرى تاع بسكوي. فوالا يعني الفيديو راهو واضح، وراح نقول لكم سعر البيع اكيد. فوالا ومن بعد نروحوا نكملوا اخر طبقه كيما راكم تشوفوا. نسيي ليسي كاع الوجه نتاع التحليه نتاعي. تقدروا ما نديروها في لي فيغين صغار هذوك اللي بالغلاقات تاعهم، يعني راح تخرج لكم كميه اكبر. انا هذه الكميه نورمالمون تخرج لي 5، انا خرجت لي 4 باسكو دوبليت لتحت الكميه تاع البسكوي. والكميه اللي بقات لي درتها في فيغين صغير كيما راكم تلاحظوا. بصح هي نورمالمون لو كان تعرفوا تخدموها دير لكم 5، دير لكم 5 تاع هاد لي بواط. انا شويه كثرت الكريمه، ما تكثروش الكريمه راح تخرجوا منها 5 تاع لي بواط تاع هذه التحليه. دوكا هنا حطيتهم في الفريجيدير واحد الساعتين ولا باش عاود ترجعت ليهم، وعاود ترجعت للكراميل تاعي. شوفوا لي القوام واللون تاعو بعد ما برد. شوفوا لي لا بريونس تاع الكراميل تاعي، هذا الكراميل ناجح 100%. قلت لكم انا خففتو على جال التحليه. ندير طبقه، هنا التزيين يبقى اختياري، انا ندير طبقه تاع كراميل. في الاول بغيت نزينها كيما التحليه تاع تريليتشا هذيك تاع تركيا، تحليه تركيه. جبت لا شونتيي، طلعت شويه نتاع شونتيي، خففتها شويه ما ثقلتهاش، درتها في ان بوش وراح ندير خطوط بهذا الشكل.
وهنا التزيين يبقى اختياري، يعني ما تتقيدوش. فوالا، ومن بعد نجيب كيغدون وندي ونجيب. بصح فينالمون شغل هذيك لاشونتيي تبدا تتكسر، ما يجو ما جاونيش شابين بزاف كيما كنت باغيه. واخر وحده يعني خليتها هكاك ودرت لها غير الكاوكاو، شويه كاوكاو على الاطراف، درت لها غير الكراميل وشويه نتاع كاوكاو محمص على الاطراف. تقدروا ديروا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا اللي كان عندكم اي مكسرات، يعني كميه غير صغيره مش راح تدي لكم بزاف. بالنسبه للتحليه هذه، التكلفه تاعها في 5 علب راح تكلفكم 40,000. هذه هي النتيجه تاعها. شوفوا، عفوا 50,000 راح تكلفكم 50,000، 49,000 هكا كي نحسبوها 50,000 نضربوها في 2 تعطينا 100، كي نقسموها على 5 علب راح تعطينا 20,000 20,000. توما على حسب السعر تاع المكونات اللي راح تشروهم. تقدروا تبيعوها من 20 حتى ل 25,000 للعلبة الواحدة، من 20 حتى ل 25. يعني نتوما، أنا بالنسبة لي بانت لي 20,000 على حسب ما كلفتني 20,000، تقدروا تحسبوها حتى ل 25,000. وكانت هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق وبارطاجيوها، صدقوني بزاف 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 بنينة باش نزيد لكم وصفات واحد اخرين ان شاء الله.